رجعنا معاكم مشاهدينا بالفقرة الثانية من حلقة الليلة، والعسل والنحل. ويمكن المعلومات تختلف من مكان لمكان. في من يقول ان العسل او النحل ممكن انه يتلوث، وفي من يقول لا ما يتلوث. يمكن الكلام حسب ابحاث معينة، حسب ادلة معينة. حبينا من خلال هالفقرة نتكلم مع الاستاذ أحمد الطرموم، وهو الباحث في استخدامات منتجات النحل في النادي العلمي الكويتي. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير والكرامة. استاذ احمد، بداية يمكن خلينا مثل ما يقولون اخوان المصريين ندش في الموضوع دغري. تحت هل العسل يتلوث صحيح؟ بما انه في كلام عن عسل ملوث حتى بالكويت، هل الكلام هذا ممكن يكون فيه شيء من الصحة ولا لا؟ شوف، أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بادئ ذي بدء مشكورين على استضافتكم، ونتمنى إن شاء الله أن نكون ضيوف يعني خفيفين عليكم وعلى المشاهدين. حياك الله استاذ بشكل عام. العسل الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. نعم. الله سبحانه وتعالى أعطانا منهجية بأن ما يخرج من بطن النحلة فيه شفاء. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الشفاء في اثنين، رفع القرآن والعسل. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم كالنحلة، لا تأكلوا إلا طيبا ولا تخرجوا إلا طيبا. الآن قبل لا ندخل في موضوع أن العسل يتلوث ولا ما يتلوث، العسل ممكن يتلوث. ممكن يتلوث. بس متى؟ بعد ما نفرزه ممكن يتلوث في طريقة. تقصد دام انه في بطن النحلة داخل؟ لا، الحين خلنا قبل نقول شغلة بعدين نرجع على الموضوع اللي تقوله. زين، تفضل. الآن العسل ممكن يتلوث بعد فرزه. ليش يتلوث أو شلون يتلوث؟ ممكن يتعرض لرطوبة، ممكن يتعرض لحرارة، ممكن يتعرض لتخزين سيء، ممكن زين. والدليل إذا حفظ بشكل جيد ما يتلوث المومياءات الفرعونية التي وجدت مغموسة بالعسل. هذه المعلومة، المومياءات الفرعونية اللي محنطة اللي موجودة إلى اليوم، مغموسة. وهذه قبل تقريبا 17 أو 20 سنة فرنسا أخذت مومياء لطفل فرعوني كان مغموس بالعسل. نعم. وظل محافظ على شكله، وظل العسل صالح من كذا 1000 سنة 7000 سنة أو أكثر. حتى في تقرير عن عسل لقوه في أحد الكهوف صار له 3000 سنة. بارك الله فيك. وهذه كثيرة جدا. نعم. إذا كان هذا العسل لم يتلوث على أنه محطوط في جثة زين ولم يفسد ولم تفسد الجثة، حتى الجثة محفوظة. بالضبط، حفظت بالعسل لأن العسل حافظ جيد. أين التلوث؟ الآن تقول لي التلوث من المبيدات الحشرية. زين. والنحل يرعى ويأكل من هذه المبيدات. من المبيدات أو حتى الكلام عن المناحل، الكلام عن أشياء يعني بالضبط مختلفة. أي شيء يدخل فيه مبيد حشري. زين. إذا المبيد الحشري دخل في الموضوع، النحلة حشرة راح تموت، يقتلها لأنه مبيد. وهذا اللي الآن أمريكا وفرنسا وألمانيا تطالب فيه بإيقاف، لأن
نسبة النحل ماتت، قاعد تقل. قلت، وبالتالي بلشت تنزل في نزول مخيف. وهناك نظريات علمية تقول إذا فنى المجتمع من النحل فنى الوجود. لهالدرجة في أبحاث تتكلم عن في أبحاث بهذا الأمر، وأبحاث موجودة في أمريكا، موجودة مسجلة. إحنا ما نبي نروح لأوروبا، ولا أحب أنا بطبيعتي ما أحب ألتجئ إلى أمريكا وأوروبا وغيرها. أنا أتكلم عن أبحاث قامت فيها أفضل مركز بحثي عربي اللي هو كرسي عبد الله البغشان في جامعة الملك سعود في الرياض. السعودية في الرياض. يرأس هذا الكرسي الدكتور أحمد الخازم. الدكتور أحمد الخازم سوى بحث، أنا طبعا شنو أبرز ما راح أذكر، يعني معذرة ما راح أذكره، لكن هذا البحث قام فيه الدكتور أحمد الخازم. المبيدات الحشرية والنحل. هذا يتكلم عن العلاقة، شنو ممكن تأثيرات النحل من خلال المبيدات؟ أو تأثيرات المبيدات على النحل. شو اللي استنتج من استنتج طبعا هو يقول لك ان هذا المبيد يقتل النحل عشان تقتل بعض الآفات سواء الزراعية او الآفات التي تنتج داخل خلية النحل من آفات معينة مثل الفاروة، مثل الخلافة من الأمراض. يقول لك التالي، طبعا هو شو يقول لك الآفة، أنا حافظ الكلام بس أحب أقولها كما هو. أوكي. لأسباب معينة سامحوني يعني. الآفة عبارة عن أي كائن يسبب ضرر اقتصادي للإنسان وممتلكاته. ممكن أن تكون الآفة حشرة أو حلم أو اللي هو الفاروة أو حشائش أو فار أو كائنات دقيقة مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات وغيرها. يقول لك هل كل المبيدات سامة للنحل؟ شنو الجواب؟ الجواب هناك مبيدات سامة فعليا للنحل تقتل النحل، قاتلة للنحل، وهناك مبيدات لا تؤثر على النحل. النحل شو الفرق بينهم؟ ليش هذا يأثر وهذا هذا يكون مخفف بنظام معين بحيث ان النحلة ممكن تتقبله وتتأقلم عليه وتتكيف عليه، والثاني لا. الآن النحلة تعرف شغلة، لو خذت النحلة شيء ملوث زين ودخلت الخلية وكانت المسافة قصيرة بين المصدر والخلية، تصدق ان النحلة ترد تاخذه وتستفرقه؟ هذا المادة ترد تاخذها حشري او غيره، او تاكلها وتموت فيها برا، ما تدش فيها ابدا، المنحل تحارب فيها. لما طلع الإشاعة اللي قبل سنتين العسل الأخضر في فرنسا، هذه كانت قصة معينة، هي جاية في إقليم بافاريا. زين. إقليم بافاريا هو الإقليم اللي بين ألمانيا وفرنسا والنمسا كانت قصة مركبة تقصد، مو صحيحة؟ لا قصة صحيحة، بس في سبب. شنو السبب؟ أنا أقول لك هذا النحل طبعا طلع حكي واجد على الموضوع هذا، وحكي كثير جدا. هناك من قال ان هذه مواد كيميائيه مش عارف ايش النحل خذاها، وهناك من قال ان هذه سموم والناس راح تلوث فيها، وهذا دليل ان النحل ياكل السموم ويعطيها لنا. هذه القصه، هذه القصه ترى على فكره مو لما طلعت من قبل سنتين، هذه ترى في 2001 في شهر يناير، في 27 يناير زين 2001. ولمعلومة هذا الموضوع نشرته وكالة الأنباء الكويتية كونه، يعني مش الكلام يطلق على عواننا، لا، هذا نشرته. وصارت هناك لأسباب سياسية معينة بين الحكومة الألمانية الفيدرالية والحكومة المحلية،
لاسباب معينه احنا ما نعني، لكن اللي سواه شنو؟ ان ماده صبغيه وضعت مع السكر والماء وعطت هذا اللون. شيء متعمد يعني. متعب. الحين لما انا اجي اقول ابي اشيك خلاياي، اذا كنا نقول اذا فنى النحل فنت البشريه، ومثل ما نقول دائما ونكرر باستمرار ان النحل افضل مؤشر على صحه البيئه، ومثل ما نطالب بانتشار النحل بشكل قوي جدا في البلدان مالتنا، وان نكون ناس فعلا دول بانيه لهذا او لهذه الحشره ونكرمها كما كرمها الرحمن، يفترض ان احنا عرفت نشيكها صح ونتابعها صح ونعطيها صح. يعني اذا استاذ احمد، يعني اذا بنقول المعلومه اللي ممكن توصل للناس، النحل لا يمكن انه يوصل شيء في مواد كيماويه، المواد الكيماويه اللي توصل الى للناس غير قاتله، ما يوصلها غير قاتله. المواد السميه اللي توصل للناس من داخل المنحل زين غير قاتله، لسبب متى ما كانت قاتله قتلت النحل قبلك. غير قاتله، ما تضر الانسان يعني، ما تضرك نهائيا اطلاقا، الا اذا انت تدخلت واضفت مثل بعض المنتجات اللي موجوده عرفت يضاف لها. يعني الان اقول لك شغله، عسل واخلط عليه بعض الاعشاب، زين، تقول لي ما يتلوث ما يصير في شيء؟ لا، اقول لك يتلوث. عسل اضيف عليه مثلا اي انزيم خارجي، او نحط تحت درجه حراره عاليه، او حراره عاليه تلوث، او رطوبه عاليه تلوث، حطه في الومنيوم انيه غير صحيه يتلوث. هل صحيح ان النحل حتى في دول اوروبيه قاعد يستخدمونه لتنظيف تعقيم غرف العمليات، يعطي جو؟ مو النحل، لا، شنو؟ اللي يستخدم في اكثر من مستشفى، وانا ذكرتها مره، مثلا في مستشفى ميلوز في فرنسا، زين، غرف العمليات فيه تعقم في البروبلس اللي هي منتج من منتجات النحل. اذا كان النحل يستطيع ان يعقم غرفه عمليات فيها الملايين من انواع الفيروسز والميكروبز والفطريات ما يستطيع ان يعقم خليته؟ اي هي اكثر تلوث، جرح الانسان ام خليه؟ انت جرح الانسان اليوم اكبر مستشفى في العالم في القلب مستشفى كليفلاند في امريكا. زين، عمليات القلب المفتوح اللي فيها مشاكل في عمليه التئام الجروح يحط له عسل، يحط له عسل. مستشفى البابطين عندنا بالكويت يستخدم العسل في الحروق. مستشفى الولاده العمليات القيصريه يستعمل العسل في جروح العمليات القيصريه. يعني مو من فراغ في شفاء للناس يعني احنا لما نقول ان في علاج ولا ما في؟ طيب الان احد امرين، مع كل احترامي لكل من قام ببحث، احد امرين، اما قراني يكون كاذب، ولا بحثي يكون كاذب، وحاشا القرآن أن يكون كاذب. نعم، حاشا القرآن أن يكون كاذب، صحيح. أما رسولي أجله الله أن يكون كاذب، أو بحثي يكون كاذب، حاشا الرسول صلى الله عليه وسلم من الكذب. حاشا صلى الله عليه وسلم، نعم، صحيح. فبالتالي وين أروح؟ حق هذا ولا هذا؟ وين القوة؟ نعم. أنت تدري عن شغلة، من بين الأمور اللي إحنا نجهلها إلى اليوم العفو، آسف جدا، إحنا نقول شغلة، ناخذ العسل كذي حاف بملعقة ولا ناخذه مذاب بالماء. في كلام كذي وكلام اليوم في هذا الزمن المتطور
علما المنهج الصحيح كما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام كان يأخذ العسل بالماء مذاب. أثبتت الأبحاث. شنو أثبتت؟ بأن إذابة العسل بالماء يجعل الماء كله عسل. الماء كله يصير عسل. كل الماء عسل. الحين أنا لو خذيت بالملعقة بالقفشة مثل ما نقول بالكويتي البحيث آخذ لي 60 مثلا ملي جرام. بينما هذه الكاسة خلينا نفترض فيها 120 ملي جرام ماء أو ملي لتر العفو. تمام؟ لما أضيف ال60 على ال 120 ملي لتر حتصير عندي 180 ملي لتر. حشرب 180 ملي لتر عسل لو أنا خذيتهم كذي بروحهم ما يمكن أقدر عليهم. صحيح. معانا أعتقد اتصال أستاذ أحمد، معنا اتصال. تفضل. ألو. يا هلا، حياك الله. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والعافية. منو معاي؟ تفضل. شاكر لك اخوي احمد على السماح لي بالدخول والتعليق. بس يا ريت اذا الصوت مخرجنا شوي. وبختصر عليك ان شاء الله، ما ابي اطول عليكم لان ادري وقتكم ضيق. حياك الله اخوي مساعد المانع. حياك الله. هلا فيك اخوي، الله يحييك. يا هلا ومرحبا، حياك الله. تفضل. ندخل بالموضوع ان شاء الله. نعم. ما اسمح انا. اخوي تفضل قال لك ان النحل يعقم المستشفيات والبكتيريا والفيروسات. نعم. الغريب انه كيف النحل يعطل المستشفيات من الفيروسات والبكتيريا وهو نفسه عايز علاج نفسه من امراض البكتيريا والفيروسيه. عندك مرض اسمه تحجر الحاضنه، هذا مرض فيروسي يعني علاجه انك تحرق الخليه. في مرض ثاني هو اسمه تعفن الحاضنه، من اشد الامراض اللي تفتك بالنحل ويعالجونها في مضادات حيويه اللي هي الله يسلمك منها الستريبتومايسين والكلوفوسكوم انزين والبنسلين. هذه المضادات ابي اعرف ممكن تقول لي شو تاثيرها على الانسان لما تغذيها للنحل بالتغذيه السكريه انزين وياخذها النحل يتعالج فيها. طبعا راح تبقى بقايا ترسبات من هذه المضادات الحيويه في البراويز. بعدها طبعا بالموسم او خلال عسل التغذيه راح يتم فرد هذا العسل وياكل الانسان. ممكن تقول لي شنو تاثيره السلبي؟ عندك شغله ثانيه علاج الامراض؟ للاسف بس وصلت الفكره استاذ مساعد، لان الصوت عندك مو واضح، يعني اخذنا منه شيء بسيط والباقي كان الصوت يقطع وايد، ما قدرنا يعني ان ناخذ الباقي. هو يتكلم، انا اخذت من الجزئيه البدايه كان يتكلم عن المضادات الحيويه وتاثيرها على النحل، يعني يقول شلون ما تاثر، هي تتاثر بالمضادات الحيويه، هل تتاثر؟ يقول شلون اي مضاد ما حددوه، بس الكلام عن المستشفيات قال شلون يستعينون فيها وايه هي تتاثر بالمضادات الحيويه وممكن تاثر عليها. اعتقد قال على والله هذه معذره يعني الان البروبليس سهل جدا، اذا الله احياك انا ارسل لك اياه، وهذا بحث قائم موجود في جامعه ميلوز. نعم. هذا مو كلامي انا. تمام؟ ان غرف العمليات تعقم في البروبلس. في فرانكفورت عفوا في بون، احد مستشفيات بون كذلك يعقم غرفه العمليات في هذا المستشفى في البروبلس. ما يتاثر النحل بالمضادات الحيويه؟ هو ما النحل ما يدخل غرفه العمليات. احنا ناخذ منتج من منتجات النحل نعقم فيه. نعم. مو النحله ذاتها. النحله ذاتها ما تدخل غرفه عمليات، شلون تدخل؟ نعم. شلون تعقم غرفه عمليات وانت نحله اكيد ما تبي تطير نحل داخل يعني. ما تطير. فبالتالي انت تاخذ جزء من هذا المنتج، هي عندك اكثر من منتج. نعم. فاحد المنتجات البروبلس او العكبر هو الذي يستخدم في عمليات التعقيم. شلون هالمنحله هذه استاذ احمد؟ هذه ما شاء الله انت بعد جايبها معاك. هذه هي خليه تعليميه. هذه احنا نحطها لتعليم مثل الزوار او من يريد ان يعرف عن النحل، كيفيه علاقته، كيفيه امورها في هذا الامر.
بالتالي انت حتى هذه احنا ما نعطي، احنا نعطي الف باء تربيه نحل، زين. احنا ما نعطي التخصص. الف باء بس. الف باء تعليم بسيط يعني. تعليم بسيط. انت مهتم موضوع ثاني. لا والله انا بس بفهم دوره حياتها، ابفهم مشيه هذه النحله، ابفهم الامور هذه. انت تدري اليوم العسل بذاته، العسل بذاته كليه طب جامعه مانشستر زين. قامت بدراسه على مرضى الربو او مرضى حساسيه الصدر بالعسل فقط. بالعسل ونجحت؟ ونجحت نجاح جدا مبهر. ليش ما يستخدمونها جابت عندنا؟ جابت شريحه ما شاء الله من اكثر شعب يمكن يعني يعاني من الحساسيه. انا أقول اللي لك. اكلمك انا واحد لا منهم. لا سهل جدا بقوه الله سهله. الامر بسيط وما يحتاج. جابت اعسال من عده مدن في بريطانيا وقسمت المرضى الى شرائح وعطتهم كل شريحه عطتها عسل من منطقه. زين. كلهم مرضى حساسيه يعني. كلهم مرضى الحساسيه وبدرجه معينه واحده. تدري لما تقوم بدراسه علميه معينه تقوم فيها بهذه النظام. صحيح. لما وجدوا بان كل المرضى كل الشرائح استجابت لهذا العسل، لكن عسل مانشستر ذاته استجابوا في مرضى مانشستر اسرع من الاعسال الاخرى. من اهل المنطقه يعني تقصد؟ من اهل المنطقه. ايه. فهذا مدلول لانه ياخذ لقاحات بالضبط من المنطقة الاشجار ذاك. نفسها. اي عدل. عرفت شلون؟ هذا مدلول على انه عسلك افيد لك من عسل اخر مهما كان العسل البري. يعني احنا اليوم اهل الجهره ياكلون عسل الجهره واهل هذا احنا حيفان مو ولايات. عرفت احنا يعني الكويت كلها ماكو شيء جو واحد. جو واحد. بالضبط. إيه ما فيها مسافات. لكن فعلا لو جيت انت، انا والله ما اطلع من بيئه الجهره كلها بالجهره وعندي عسل بالجهره افضل لي. نعم. احنا بالدقيقه اللي بقت معانا اذا في كلمه اخيره او نعتبرها نصيحه لمربين النحل، شو تقول لهم اليوم استاذ؟ والله شوف، انا كل ابوهم اساتذه وكلهم على راسي من فوق، وعسى الله يوفقهم كل ابوهم. وبالتالي انا اقول الله يبارك لهم في نحلهم ويبارك في عسلهم ويرزقهم رب العالمين. لكن احنا نحتاج، يعني انا عندي معلومه قد تتضارب مع معلومتك، انا مو معناته اني انا معاك في خلاف. اصحح لي معلومتي واصحح لك معلومتي، ها، وبالتالي نرتقي بهذا الامر. نعم. احنا ما قال صفوا صفين، قال كنا اثنين. صحيح. عرفت؟ نعم. اذا ما تعطيني انت معلومتك الصح المبنيه على بحث علمي كامل ومستند على بحث علمي، وانا اعطيك بحثي العلمي اللي موجود عندي واسناده، عرفت؟ هي مي سالفه مصالح، يعني ما هي. احنا نقول عسى الله يكثر النحل. انا والله ودي بس عسى اقول الله كلمه يحرمنا من تكفى، العسل. تكفى اخر تفضل شيء. تفضل. بالعكس. انا بنهايه حديثي معاكم اولا اكرمكم الله على ما استقبلتونا فيه. تستاهل. لكن ودي اقول شيء. انا ودي الهيئه العامه للزراعه تتبنى وتدرس، تعيد دراسه عمليه اعطاء المزارع للنحالين. والعمليه للاسف الهيئه حاطه رقم كبير جدا لمن يملك هذا الرقم يا الله يعطى له مزرعه. اصحاب يعني الارقام الصغيره، عرفت شلون؟ بينما فعليا يعني النحل المفروض نسبه وتناسب على ما انت تملكه من اشجار. انا ما تبون تعطون النحالين مزارع، جزاكم الله خير. النحالين ما يبون مزارع. شنو يبون؟ قولوا لهم حط نحلك باي مكان. ثق تماما المكان اللي يحط النحال في نحله راح يكون غابه.
انا يمكن علشان عندنا موجز اخبار ما نقدر نتجاوز الوقت اكثر من كذي، لا بالعكس، عساك على القوه ويعطيك العافيه وشرفتنا اليوم. والعذر من الله ومنكم، ونتمنى ان نكون ضيوف خفاف عليكم. عساك على القوه، شرفنا استاذ احمد الطرموم اليوم بتواجدك معنا في سلام يا كويت. نتمنى هالمعلومات يعني يكون استفاد منها مشاهدينا، ويبقى مثل ما قلت انت يمكن معلومات تختلف من شخص لشخص، ولكن مدرسة إلى مدرسة باذن الله بالاخير الكل لا المهم هالبلد، والكل يستفيد من الثاني. ونقول عسى الله يكثر النحل ويكثر العسل ان شاء الله. اللهم امين. الله يكرمك ويكثر خيرك. عساك على القوه. مشاهدينا انتهت حلقتنا الليله، نشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه من سلام يا كويت، مع السلامه.